لم يكن أحد يظن أن زيارة اعتيادية إلى هايبر ماركت الكورنيش في الكوت قد تتحول إلى مأتم جماعي. في دقائق قليلة تحولت الضحكات في صالة الطعام إلى صرخات، وتحولت عربات التسوق إلى حطام محترق. قيل أن السبب جهاز تكييف انفجر، لكن السبب الحقيقي الإهمال والربح السريع دون ضوابط. طفل لم يتجاوز 7 وجد محاصرا داخل الحمام، جثته بجانب والدته. قيل إنها كانت تحاول حمايته بجسدها حتى اللحظة الأخيرة. شاب آخر يافع يعمل في صالة الألعاب اختنق وهو يحاول أن يهدي الطريق لعائلة عالقة في الدخان الكثيف، لكنه لم يخرج. في العراق صارت الفواجع تتناوب علينا كما تتناوب الفصول. لا نزال نحمل في الذاكرة جثث الأطفال الطافية في نهر دجلة بعد فاجعة العبارة في الموصل، ثم سالت الدموع من جديد مع فاجعة قاعة زفاف الحمدانية حين ابتلعت النار نحو 100 إنسان دفعة واحدة. واليوم واسط تضيف سطرا جديدا في دفتر الأحزان العراقي. عشرات الشهداء قضوا في مبنى حديث الافتتاح بلا مخارج طوارئ كافية ولا أنظمة إنذار فعالة، وكأن قدر العراقي أن يموت محترقا أو غارقا أو مختنقا، لا فرق. أليس من حق هذا الشعب أن يعيش، أن يدخل سوبر ماركت دون أن يخرج محمولا على الأكتاف، أن يحتفل بزفاف دون أن يتحول إلى جنازة؟ في العراق لا نعيش المأساة فقط، بل نعيد بثها كل بضع سنوات، فقط مع تغير أسماء الضحايا وثبات نفس القصور والإهمال دون وعظ.